يا الله، لماذا كنت عزيزة جلود من مدينة حلب. طبعا نحن من الناس اللي عانينا بأيام 80 من زمن حافظ أسد. أنا كنت زوجة ضابط في الجيش اسمه إبراهيم اليوسف. انشق عن النظام نتيجة الظلم، وكان طبعا هو ورفاقه له كانوا كمان ضد نظام حافظ أسد. بس ولكن هذا الظلم طالنا نحن كعائلات، يعني نحن مشان يسلم نفسه أو الضغط عليه. طبعا اعتقلت أنا واعتقلت كل عائلة زوجي، والدته وإخواته وأبوه وأقربائه. طبعا ما كان في تهمة، فقط لأن احنا من عائلة إبراهيم اليوسف، هذا من أشد الظلم. وما طبعا ما في أي تهمة ولا في أي محاكمة، نحن يعني فقط لمجرد أنه نحن موجودين في السجن. هذا أكبر كان ظلم، أنه نحن نقعد بسجن وما نعرف ليش نحن، يعني ليش نحن مظلومين، يعني ليش مسجونين. حتى لو كنا عائلة، يعني مهما كان الشخص قام بأعمال الدولة ما بترضى عنا، بس نحن عائلته شو ذنبنا. طبعا أنا بقيت 11 سنة بالسجن، كان معي طفل صغير بقي 4 سنوات، وأولادي الآخرين 2 طبعا بقيوا عند أهلي. يعني هذا يمكن الناس بالثمانين الناس ما شعرت فيه وما حسوا فينا. ليش؟ لأن كان كله ما في إعلام، ما في حدا بيعرف فينا نهائي. بس ولكن هلأ لما قامت الثورة، الناس شافت إنه الشعب كله صار معرض لهذا الظلم، وخاصة النساء. المرأة أصبحت سلاح بإيد هذا النظام. المرأة أصبحت سلاح، يعني كل إنسان بده يقوم أو مثلا يعارض هذا النظام، رح ياخدوا زوجته، رح ياخدوا بنته، رح ياخدوا أخته، رح ياخدوا أي شخص رح ياخدوه. فكانت هي المرأة هي أكبر ضحية بهذه الثورة. طبعا هي ما عدا يعني طبعا القصف من عدا، بس ولكن بالاعتقال. يعني هيدا النساء بالسجن يمارس عليهم كل أنواع التعذيب، من يعني تعذيب جسدي، تعذيب نفسي، تعريض للاعتداء، الاعتداء الشرف. يعني المرأة يعني يمارس عليها كل أنواع التعذيب بدون أي شيء، حتى ياخذوا منا معلومات قد تكون هي المعلومات غير صحيحة، أو هي تقولها تحت التعذيب ما لها خبرها. طبعا يعني بعد 8 سنوات صار يعني كتير صعب انه نحن نحكي على عدد النساء اللي استشهدوا تحت التعذيب. يعني شو معنى؟ كيف انت ممكن تتخيل امرأة يعني تموت تحت التعذيب؟ ما قد مورس عليها هذا العذاب لحتى ماتت هي. العالم كله، قضية السجناء، السجينات، المعتقلين، الأمم المتحدة، العالم كله، هي المنظمات، ما حدا حسن يحل قضية المعتقلين أبدا مع هذا النظام المجرم. مع العلم أنه في أحد الضباط سرب صور كثيرة وصور حقيقية للشهداء تحت التعذيب. يعني نحن مأساتنا ليست فقط بالقصف، يعني القصف الإنسان عم بصير نتيجته شهداء، عم بيصير ناس جرحى، ناس معاقين. بس ولكن المعتقلين ما في حدا عم بيحس فيهم ولا حدا عم بيشوف معاناتهم أبدا. ومن أجل هيك نحن يعني كل سنة وكل يوم وكل شهر من نادي بإخلاء سبيل المعتقلين، طرح قضية المعتقلين بغض النظر عن الحل السياسي. ما لها علاقة، هي قضية إنسانية. ما بيصير نحن نستخدم النساء كسلاح بهيدا الحرب. يعني مهما كان هي المرأة لما بتعتقل، المرأة عم تترك أولادها، عم تتهدم أسر، يعني المأساة وجود المرأة بالسجن أكبر بكتير. حتى طبعا ضد نحن بنريد يكون في محاكم عادلة تتقدم المرأة أو رجل، يكون في محاكم يتقدموا. بس ولكن للأسف هذا نظامنا ما في عنده أبدا حرمة لأي عمل، لأي شيء ما عنده حرمة. طبعا نحن هلا في بالوقت الحاضر الكل عم يحكي على اللجنه الدستوريه انه مشان حل سياسي. غريب يعني، ليش نحن مشكلتنا دستور؟ الدستور بتغير بلحظه، والدستور عم يزتوه ورق مجرد واوراق جنب الاجهزه الامنيه، الشيء اللي عم بتمارسه. ما في عنا نحن قانون، ولا عنا قضاء، ولا عنا دستور. ولذلك هذا كله يعني هي اللجنه الدستوريه وهذا الحل اللي عم بيسعوا بيسلوا الناس فيه الدول، هذا مجرد يعني تسلية، فقط تسلية، لأن ما في حل حقيقي بسوريا.
تركيا الله يجزيها الخير كمان السنة الماضية كان في قافلة الضمير شاركوا فيها كتير نساء عم يطالبوا بحرية المعتقلات والمعتقلين. والسنة كمان في عنا مظاهرات وقفات من أجل المعتقلين. بس ولكن للأسف للأسف نحن صار عنا يأس من يعني ما في نتائج إيجابية. بس ولكن رح نبقى نوقف ورح نبقى نادي ورح نبقى نناشد كل الدول وكل المنظمات الإنسانية وكل إنسان عنده ضمير حي إنه هدول المعتقلين لازم يكون وضعهم يكون في حل لوضع المعتقلين. في كتير معتقلين لهم 8 سنوات، في معتقلين متمانين ما زالوا بالسجون، في معتقلين أعداد هائلة. وسوريا كل فترة بتعطي الأهالي ورقة وفاة معقولة كلها شباب توفت بجلطة أو توفت بمرض عضال أو توفوا. هذا غريب. مين ممكن يصدق هذا الشيء؟ شباب بعمر الزهور عم بيموتوا بجلطات كلهم. طبعا هذا موت تحت التعذيب. وبنرجع بالذكرى الثامنة للثورة السورية من ناشد الدول والمنظمات والهيئات لحتى يكون في وقفة حقيقية ومطالبة حقيقية للأمم المتحدة لفتح ملف المعتقلين والمعتقلات. طبعا في عنا يوم مرأة وفي عنا يوم المعتقلين، عنا أيام كتيرة بس ولكن ما عم نشوف نتيجة نهائي. أنا عانيت 11 سنة وأولادي طبعا تربوا أولادي على أثر السجن. في كتير طبعا نتائج سلبية بتنعكس على حياة المرأة، وخاصة هلأ بهذا الوقت النظام متوحش جدا. طبعا نحن كان في تعذيب بس ولكن بأيام التحقيقات ما هو للدرجة المتوحشة اللي عم تحصل الآن. التوحش اللي عم يحصل الآن لا يمكن ينوصف بكلمات. عم تطلعوا النساء عم توصفوا والله أنا لولا كنت بالسجن ولولا بعرف شو عم بيصير بالسجون بقول يمكن هذا خيال، بس هذا مو خيال، هذا كله حقيقة عم بتعيشوا النساء وعم بيعيشوا المعتقلين. ندعو الله عز وجل إنه يفرج عنهم يا رب. وما بعرف شو بدي أحكي. أنا يمكن ضل أيام السجن حبيسة بداخلي لحتى جيت لتركيا هون وكتبت حطيت معاناتي على الورق. بس ولكن هلأ أنا بحس معاناتي كتير قليلة جنب معاناة هالأشياء اللي عم يحصل. أو نسيت معاناتي بتحسن تقول أنا نسيتها ليش؟ لأني إلى 40 سنة 30 سنة. بس ولكن هلأ الجرح ما زال جديد وما زلنا نحن جرح الماضي ما زال ينزف الآن. ما زال نفس الحالة ينزف. وصعب الحكي صعب انه في كلمات توصف الحالة اللي نحن فيها. صعب كتير صعب. ما عندي كلام تاني احكي فيه ابدا. طبعا بعد 8 سنوات نحن سوريين انا مستغرب اعدادنا 23 مليون بس ولكن اللي بينظر بيشوف المهجرين بانحاء الارض كلها بيشعر انه السوريين هن 100 مليون. في كتير طبعا من الناس بتقول انه نحن السوريين خلص طلعنا من بلدنا وخلص وكأني لا ابدا. نحن كلياتنا بدنا نرجع لبلدنا، نرجع لبيوتنا. نحن تركنا بيوتنا، تركنا اموالنا، تركنا اقاربنا، ما زال لنا اهل اولاد بسوريا. بس ولكن كيف بدنا نرجع؟ نحن اذا ما كان في حل حقيقي، حل سياسي حقيقي. انا اللي نفترض رحت على سوريا، أنا مطلوبة للأمن العسكري. ليش مطلوبة للأمن العسكري؟ كيف معقولة أنا أرجع لسوريا وأموت تحت بالسجون أو أموت باغتيال أو أموت بأي وسيلة أو بالقصف؟ إذا ما كان في الدول كان في حل سياسي حقيقي إنه نحن السوريين يروحوا على بلدهم، مستحيل مستحيل نرجع. حتى اللي سافروا الدول الأوروبية، حتى نحن بتركيا في كتير أصوات بتقول إنه نحن السوريين خلاص قعدنا بتركيا، قعدنا بأوروبا وما عدنا نرجع. هذا مو صحيح الكلام أبدا. نحن كلياتنا عم ننتظر حل سياسي حقيقي لحتى نرجع لبلدنا. بدنا طبعا هاي الأجهزة الأمنية تكف بلاءة عن الشعب. الشعب طالب بمطالب محقة، طالب بحقوقه، طالب تتحسن وضع معيشته، يتحسن. هذا الشيء معقولة يتجابه بهي الصورة بالموت؟
طبعا يعني بعد 8 سنوات النساء الأرامل لا تعد ولا تحصى، الفتيات الأرامل لا تعد ولا تحصى، أكثر ما في لهم معيل أبدا. ويعني أصبح الشعب السوري عم يتسول بكل الدول، أو عم بيشتغل أو عم بده يشتغل بيبقى يعني عمله كتير صعب. ليش؟ لأني يعني الناس عم تشعر إنه نحن جينا أخذنا مكانهم، بس ولكن نحن ما أخذنا مكان حدا أبدا. نحن بدنا نرجع لبلدنا، بدنا نرجع نعمر بلدنا، بس ولكن بدنا نرجع لحياة كريمة، بدنا نرجع نعيش بأمن. يعني ما بدنا نموت تحت أما بالسجون أو تحت القصف. بتمنى يصل صوتنا لكل أنحاء العالم. نحن ما لنا طمع بأي بلد، وبالعكس نحن بدنا نرجع لبلدنا لحتى نعيش مثلنا مثل كل الشعوب، باقي الشعوب.